اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد ومهم جدا، مهم لكل فني مبتدئ، ومهم لكل صاحب بيت او صاحب جهاز عنده جهاز الغسالة النص اوتوماتيك. في ناس ما بتعرفش تفرق بين الغسالة النص اوتوماتيك والغسالة الفوق اوتوماتيك. الغسالة النص اوتوماتيك والغسالة اللي فوق اوتوماتيك هما الاتنين الباب فوق، ولكن الغسالة النص اوتوماتيك حوضين، حوض تنشيف وحوض غسيل، انما الغسالة الفوق اوتوماتيك هي حوض واحد وبيشتغل بيأدي الوظيفتين، التنشيف والغسيل. المشكلة اللي بتقابل معظم الناس ان بيلاقي مجموعة اسلاك كثيرة جدا في الغسالة النص اوتوماتيك، فبيتوه. لو اتقطعت سلكاية عندي الوان متشابهة انا مش هعرف اوصل، الدنيا باظت معايا. النهاردة انا هخليك تحفظ كل سلكاية في الغسالة النص اوتوماتيك. الغسالة النص اوتوماتيك عايزة تكون فاهم مش حافظ، ما تحفظ، افهم، ومادام فهمت خلاص كده انت هتعرف تشتغل على طول. فلنفترض مثلا ده موتور بتاع غسالة نص اوتوماتيك، تمام؟ عندي طالع منه 3 اطراف، هنلاقي الكلام ده برضو في الغسالة. طيب انا هوصل ازاي؟ عندي تايمر فوق، ده تايمر 3 طرف اهو بالشكل ده. انا مش عايز نحل ده عشان ما نعقدلكش الدنيا اكتر. انا التايمر ده طالع منه 3 اطراف اهو، واحنا شرحنا التايمر ده في فيديو قبل كده، قلنا اسمه تايمر 3 طرف سلك. ده الطرف اللي بياخد كهرباء وبيوزعها معايا للطرفين دول، شويه يدي ده ويفصل عنه وشويه يرجع يروح عاطي ده عشان الموتور يلف معايا شمال ويمين. يبقى خلاص اتفقنا ان انا كده معايا 3 اطراف بتوع التايمر و3 اطراف موتور، وكمان معايا طرفين اللي هم بتاع الكباستر او المكثف على حسب ما تسميه اهو، دول طرفين. ومعايا كمان طرفين تاني بتوع ال 220. انا لما اقع قدام ده كله في الغسالة انا مش هعرف اشتغل، مش فاهم. انا كراجل فني مبتدئ او كصاحب غسالة انا مش فاهم ايه لعبة السلاك دي كلها، انا مش عارف اشتغل، مش فاهم فيها حاجة. اول حاجة تعملها صفي ذهنك معايا وركز معايا 10 دقايق وما تجريش الفيديو عشان تستفاد. عندي اول حاجة هنا 3 اطراف للموتور. ال3 اطراف دول فيهم طرف بياخد كهرباء مباشر، والطرفين دول المفروض بيروحوا للمكثف. هنفهم مع بعضينا. احنا بنحدد الطرف اللي هو الكهرباء مباشر. طبعا هنا الباج قديم فممسوح، مفيش حاجة ظاهرة فيه. دايما طرف الكهرباء بيبقى ظاهر معايا هنا، متحدد معايا في الباج في اي موتور. هنبدأ مع بعضينا. المفروض ان انا كده خدنا ده كهرباء اهو، هنديله رباط عشان ما ننساهوش كده. ده كهرباء. الاتنين دول هيروحوا معايا فين؟ للمكثف. الله ينور عليك. هندي طرف. طبعا المكثف الاطراف اختلفت معايا، مفيش اي مشاكل، ما فيهاش اي مشاكل. هنربط المكثف كده. وصلنا احنا المكثف معايا، ادي طرف الكهرباء، والطرفين دول هم بتوع الموتور، كل واحد خد فردة من المكثف. فاضل معايا الطرفين ال 220 والثلاث اطراف بتوع ايه؟ بتوع التايمر. قلنا التايمر عندي الطرفين دول هم اللي بيوزعوا خروج الكهرباء، ودي دخول، يعني دي دخول فردة كهرباء ودي الخروج. فلنفترض ان احنا لغينا التايمر وركناه.
وانا حابب اجرب كده مباشر. هل هعرف اجرب؟ انا المفروض ناخد ادي طرفين ال 220 بتوعي، ناخد طرف مع ايه؟ مع طرف الكهرباء بتاع الموتور اللي احنا قلنا ده بتاع ايه؟ الموتور كهرباء، بنديله الطرف ال 220 على طول مباشر. وهنبدأ هنشغل الكهرباء بتاعتي ال 220 وننجل. هندي هنا هيلف يمين، هندي هنا الطرف دوت هيلف شمال. ايه اللي بينجل معايا الطرف الكهرباء ده على الطرفين معايا وانا شغال؟ طب انا هل هنقعد انا وهي شغاله الغساله احمل سلكها هنا واشيل وارجع احمل هنا؟ لا طبعا. في هنا العمليه دي بيقوم بيها مين؟ التايمر. يبقى احنا خدنا ادي الطرف بتاع الكهرباء بتاع الموتور، ركز معايا. هنيجي هنا دول 3 اطراف معايا، طرف ده كهرباء اهو، اربط يا باشا. يبقى احنا كده جمعنا فردتين بتوع ال 220 اهم. طب فاضل معايا الطرفين دول، ركز معايا في الحته دي. انا اديت ده اهو هنا، تمام. الطرف الثاني ده هنديه لمين؟ للتايمر. وعم التايمر هيعمل ايه بقى؟ هنربط الطرفين دول مع بتوع المكثف والموتور اهو. ادي التاني. التايمر خد الكهرباء من الاحمر اهو، انا اديت فرده للموتور على طول اهي. احنا كده خدنا فرده للموتور على طول، والفرده الثانيه اديتها للتايمر. التايمر بياخدها بيديها هنا مره للطرف ده ويفصل عنه ويرجع يديها لي للطرف ده. طيب تعال نجرب كده مع بعضينا نشوف هل الكلام ده هيشتغل معايا ولا فيه مشاكل. هنبدأ يا باشا. أول حاجة هنعمل إيه؟ هنعمل راية هنا عشان توضح لحضرتك حركة دوران الموتور اهو بالشكل ده. تمام. يبقى احنا ادينا الطرف ده اهو للطرف ال 220 اديناه للتايمر. هنعمل كده، يبقى التايمر خد معايا طرف 220، الموتور خد الطرف الثاني ال 220. طبعا الموتور ما بياخدش الطرف ال 220 في اي فرده من الثلاثه، في عندي فرده للكهرباء واثنين للكباستر. رجعنا بقى، فاضل معايا طرفين بتوع الموتور واثنين كباستر، 2 موتور واثنين كباستر يبقى 4 واثنين تايمر 6. ادي 3 سلكيات وادي 3 سلكيات. اي فرده من اطراف الموتور اللي هم خاصين بالكباستر مش الكهرباء الرئيسيه، ركز معايا، اي فرده تاخد اي فرده من المكثف وتاخد اي فرده من خروج التايمر. يعني خدت الفرده دي ماشي، خدت الفرده دي ماشي، ما فيهاش اختلاف، مش هتعمل معاك مشاكل. ونفس النظام الطرف الثاني من الموتور بياخد اي فرده من المكثف وبياخد اي فرده من خروج التايمر. هنبدا نشغل ونجرب مع بعضينا. ويا ريت يعني لو عجبك الفيديو اثبت وجودك معايا بتعليق، ده بيشجعنا اكتر. بحس ان انا عملت حاجة الناس استفادت منها، فده بيفرق معانا كتير. هنبدأ مع بعضنا. اول حاجة هنلف التايمر اهو. طيب تعال نجرب على السيريا هنشوف. طبعا الموتور مش هيشتغل على السيريا، بس هنشوف هل
هنهدي الاضاءة. شايف هو كده ادى طرف من الاطراف. هترجع تفصل اللمبة ويرجع يروح حاطط الطرف التاني. فصلت اللمبة ادى الطرف التاني. هنبدأ نشغل الكلام ده على طول على ال 220. سمي بسم الله. كده لف حركة، عكس حركة الدوران اهو اهو. كده احنا عرفنا ان المسؤول عن حركة الدوران شمال ويمين بيكون التايمر، هو اللي بيعكس معايا الحركة. بيدي اطراف الموتور، مرة يدي الطرف ده ومرة يدي الطرف ده. بيدي طرف يلف يمين، يدي الطرف التاني يلف شمال. وعلى فكرة اديك معلومة، لو انت حفظت، بلاش حفظت دي، لو انت فهمت واستوعبت الكلام اللي انا قلته ليك ده، نفس الوضع بينطبق على موتور النشافة اللي هو برضو في الغسالة النص اوتوماتيك. هي مزودة بموتورين مش موتور واحد، موتور لحوض التنشيف وموتور لحوض الغسيل. بس بيفرق حاجة واحدة بس، حوض الغسيل انا بنعمل فيه ايه؟ بيلف معايا شمال ويمين عشان نظافة الهدوم. التنشيف بيلف معايا المفروض اتجاه واحد بس. فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها مكثف ميت. يعني بياخد تايمر، بيبقى تايمر 2 طرف، والتايمر ده هو بيعمل ايه؟ هيبقى الوضع كالآتي. ادي اطراف الموتور اهي. طبعا ده الكهرباء زي ما هو، مفيش اي مشاكل. ده بالنسبة لموتور التنشيف. والكباستر او المكثف ادي طرفين. بناخد طرف هنا ونلف عليه بلاستر ويموت معايا خالص، مش هياخد كهرباء تاني خلاص، مش هياخد اي كهرباء تاني اهو بالشكل ده. والطرف التاني برضه هياخد فردة المكثف اهو، وهياخد معايا كهرباء. ادي خدت طرف فردة المكثف وبياخد معايا كهرباء. كده انا لو اديت الكهرباء للطرف ده، الموتور هيلف معايا اتجاه واحد بس مستمر ما بيفصلش. طبعا اللي بيفصل هناك التايمر، عدد لفات التايمر. عندما بيخلص التايمر لف تسمع التكة دي وبيفصل، بس بيكون تايمر طالع منه 2 طرف سلك مش 3. بيبقى واصل طرف بال220 والطرف التاني بيبقى واصل معايا هنا. فبالتالي بتشغل هنا كده اهو. لو حابب تشوف هتلاقي الموتور بيشتغل معايا في اتجاه واحد مباشر على طول اهو. ده نظام التنشيف. فطبعا تتبع الاسلاك. شوف انا ابدا ابحث، ما دام انت راجل فهمت الوضع ده هيمشي ازاي معاك وفهمت اللي انا قلته ده كله، تبع اطراف الاسلاك. انا عندي ال3 اطراف بتوع الموتور و2 مكثف و تمشي خطوه خطوه لغايه ما توصل معاك للنهايه. وكده احنا نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.